في يوم هادئ من أيام القاهرة القديمة، دخل شاب غريب حديقة قصر كليبر القائد الفرنسي لمصر. اقترب بخطوات بطيئة وفي يده خنجر صغير، وفي لحظة واحدة سمع الحراس صرخة مدوية. سقط كليبر أرضا ومصر كلها اتقلبت. لكن مين كان الشاب ده؟ وليه ضحى بحياته علشان يعمل كده؟ كان اسمه سليمان الحلبي، شاب من مدينة حلب في سوريا. جه مصر علشان يطلب العلم في الأزهر الشريف، وشاف بنفسه ظلم الاحتلال الفرنسي للشعب المصري. بعد ما سافر نابليون مسك كليبر الحكم، وبدأ يفرض الضرائب ويقتل المقاومين. ساعتها قرر سليمان إنه يتصرف. تسلل قصر كليبر وطعنه 4 طعنات قاتلة. أما سليمان فتم القبض عليه ومحاكمته، ورغم العذاب اللي شافه ما ندمش لحظة، وقال كلمته الشهيرة: فعلت ما أمرني به ديني وضميري. وفي 17 يونيو عام 1800 ميلاديا أعدم سليمان الحلبي، لكنه عاش في قلوب الأحرار رمزا للشجاعة والكرامة والعزة.